أهلا بيكم في يوم جديد وحلقة جديدة. أوقات كتير بنمر بلحظات بنحس فيها إننا تايهين، أو إن مفيش حد حاسس بينا ولا باللي جوانا. بنحاول نشرح للناس ومحدش بيفهم، وبنحاول نحل مشاكلنا وإيدينا للأسف قصيرة. في اللحظة دي بالذات ربنا ساب لنا أقوى سلاح في الكون، وهو الدعاء. الدعاء مش بس مجرد كلمات بنرصها، الدعاء هو اعتراف بالضعف قدام القوة المطلقة، وهو إنك تشتكي للي خلقك من غير ما تخاف إنه يمل منك. عارفين إيه أجمل آية في القرآن عن الدعاء؟ في سورة البقرة كل الأسئلة اللي اتسألت للنبي صلى الله عليه وسلم كان الرد بيجي بكلمة قل. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، إلا في آية الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ما قالش فقل إني قريب، شال كلمة قل عشان ما يبقاش فيه واسطة ولا مسافة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقولك أنا سمعك وعارف دقات قلبك ومستني بس ترفع ايدك وتقول يا رب. ربنا بيستحي إنه يرد ايد عبده خايبة، بس احنا اللي أوقات بنبخل على نفسنا بالطلب. لو حاسس إن طلبك مستحيل، افتكر قصة سيدنا زكريا، رجل كبر في السن وزوجته عاقر، وبالمنطق البشري مفيش أمل في الذرية، لكنه ما عملش حساب للمنطق، عمل حساب لصاحب المنطق. وقف وصلى ودعا ربه، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الرد جه في نفس اللحظة وهو لسه بيصلي، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. الدعاء هو الحاجة الوحيدة اللي بتقدر تغير القدر. لو في باب مقفول بقاله سنين، خبط عليه بالدعاء. ربنا بيحب العبد اللحوح اللي واثق إن الإجابة جاية. الدعاء مش محتاج لغة عربية فصحى ولا سجع. ادعي بوجعك، ادعي بكسرتك، ادعي بلهجتك البسيطة. قول لربنا يا رب أنا تعبان، يا رب أنا محتاج لك، يا رب دبر لي فإني لا أحسن التدبير. افتكر دايما إن ربنا بيستجيب ب3 طرق: إما يديك اللي انت عايزه، أو يصرف عنك سوء كان هيحصل لك، أو يشيلك الثواب ليوم القيامة. يعني في كل الأحوال انت الكسبان. جربوا النهاردة في وقت السحر أو بين الأذان والإقامة، اطلبوا المستحيل من رب المعجزات، يمكن كله استجابة وجبر خاطر.